لو كنت فاكر انك لازم تمنع العيش خالص عشان تخس تبقى غلطان. العيش نفسه مش هو السبب في زيادة الوزن، في عوامل تانية اهم بكتير. خلينا اديلك مثال عملي. في حاجة اسمها المؤشر الجلايسيمي، ببساطة دي سرعة امتصاص الاكل ورفع سكر الدم. الخبز الابيض مؤشره عالي جدا، يعني يترجم لسكريات بسيطة، فجسمك يرفع السكر في الدم، يطلع انسولين، وبعد شوية ينزل السكر تاني فتحس بجوع رهيب. لكن لو اتكلمنا عن الخبز الاسمر او الكامل مؤشره اقل شوية، السكر يطلع ابطأ والشبع يفضل معاك فترة اطول. يعني المشكلة مش في عيش او مفيش، المشكلة نوع وكمية. وهنا نفتح قوس تاني ونقول ناس كتير بتقولك ابعد عن العيش تماما وهتخس بسرعة. صح، اول اسبوعين هتفرح ان وزنك نزل 3-4 كيلو، بس المفاجأة ان ده مش دهون، ده مخازن الجلايكوجين والميه اللي جسمك فقدها اول ما وقفت كربوهيدرات. اول ما بترجع تاكل عيش الوزن بيرجع، يعني انت ما عملتش انجاز حقيقي. طب هل ده معناه ان كل الناس ينفع ياكلوا عيش؟ لا طبعا، في حالات لازم يبعدوا عن العيش تماما، زي مرضى حساسيه الجلوتين، عندهم جهاز مناعه بيهاجم الامعاء لو دخل اي جلوتين من القمح او الشعير او حتى فتات خبز. كمان اللي عنده حساسيه قمح حقيقيه، بعض مرضى القولون العصبي ممكن يتاثروا بالجلوتين او الفود ماب الموجود في الخبز، فيتعبوا ويضطروا يوقفوا او يقللوا. لكن لو انت مش عندك المشاكل دي، ليه تحرم نفسك؟ بدل 4 أو 5 رغيف في اليوم، خليك في رغيف او 2 ومعاهم بروتين وخضار. ساعتها هتلاقي نفسك بتشبع وبتخس ومن غير ما تحس انك محروم. وهنا بقى السؤال اللي لازم تفكر فيه، ايه اللي هيحصل لو بدأت تستخدم العيش بالطريقة الصح؟ هتخس من غير ما تحس بحرمان، وهتلاقي انك قادر تكمل الدايت لفترة طويلة من غير ما تفقد طاقتك او يجيلك هبوط. العيش مش العدو، الافراط هو العدو. ولو عرفت توازن اكلك هتلاقي انك بتنزل في الوزن حتى وانت بتاكل عيش. ما تنساش اللايك وما تنساش المتابعة واشترك في القناة. دمتم بخير.